كنافة المستعجلين. أيوة هنعمل أفخم كنافة أساور بتاعة المستعجلين. تابعوني في الفيديو وأنا هقولكوا ازاي تعملوا أفخم وأشيك صينية كنافة تدخلوا بيها أحلى عزومة وفي ثواني. أنا سميتها كنافة المستعجلين عشان أنا اشتريتها جاهزة. هنشتري علبة كنافة أساور جاهزة، بقت متوفرة السنة دي في السوبر ماركت الكبير أو في بعض المخابز. بجيبها كده، بحط وحدة الكنافة، بنزلها في السمنة السايحة، دي أسهل طريقة عشان ما تهدرش معايا سمنة وتنجز معايا. العلبة دي فيها 45 قطعة، وعايزة تستخدميها كلها مش عايزة تمام. في بقى أطباق كده بتتباع في المخابز. هبتدي بقى إن أنا أغمسها كده في السمنة وارفعها على طول ارصها في الصينية. هرصها بقى كده في الصينية، وبعد كده هكون مشغلة الفرن على درجة حرارة 180. هدخلها في الفرن وهتاخد اللون التحفة ده. أول ما تطلع هيكون فيها شوية سمنة زيادة، هصفيهم وبعد كده ابتدي إن أنا أرشها بالشربات. شربات بارد وسط، ولا تقيل ولا خفيف. وهسيبها بقى تبرد. بعد ما أرشها بالشربات هسيبها تبرد خالص عشان تفضل مقرمشة. وهنبتدي بقى أحلى مرحلة أنا بحبها، مرحلة بقى التزيين والحشو. معايا بديل النوتيلا الوايت والشوكليت، ومعايا مربى حليب او صوص التوفي، معايا مربى كريز، معايا شويه مكسرات. احشي اللي انت عايزاه بقى، سوداني ماشي، كريمه ماشي، كاستر ماشي، اي حشوات مش هتقول لا. صوص التوفي بحب احطه كده في قمع، بيدي شكل شيك قوي. الصينيه دي تخيلوا لو جبتوها من بره هتكلفكوا كام وهتجيبوها بكام. لو عندك احلى عزومه في بيتك هتعملي الصينيه دي، هتشرفك قدام ضيوفك. لو انت رايحه لحد اعمليها وحطيها في علبه وغلفيها وخديها معاكي. هنا بقى كنت بحط بديل النوتيلا، انا بسيحها في الميكروويف كده 15 دقيقة، وبحط معاها معلقة زيت سواء الابيض او الاسود. وعملت بقى شوية كده بالمربى وبالمكسرات. يا رب تكون عجبتكم، بجد فكرة تحفة. نفذوها في اي عزومة مش هتندموا. كل سنة وانتم طيبين.